في الفيديو ده إن شاء الله أنا هشرح لكم إزاي نكستراكت الباسوردز المتخزنة عندي على الماشين أو على الجهاز، وده باستخدام ال LSAS. ال LSAS ده عبارة عن أو اختصار ل Local Security Authority Subsystem Service. ده بيكون جزء من ال Windows أو ال Operating System عندي، وده مسؤول عن ال Authentications وإن أنا بعمل Verify لللوجن باستخدام ال NTM hashes. فهعمل لها dump إزاي؟ باستخدام ال Task Manager. هنا أروح لل Task Manager، الاقي اللوكال سيستم اثوريتي عندي هنا. هي طبعا تاسك مانجر عندي بيرن بالادمنستريتيف اكسس او الادمنستريتور اكسس. انا هعمل كرييت او ادمب السيس دمب موجوده عندي هنا. دي بيكون فيها لو انا بعمل لوجن او كده، فكل السيشن بتاعت اللوجن بتبقى متسيفه عندي. يعني لو انا كتبت الباسورد بتاعي فالباسورد بيكون متسيف في السيشن دي كهاشز وكده يعني. طبعا انا عملت لها دمب هنا، فهو وداني على الدايركتري ده، او قال لي ان هو عمل لها دمب في الدايركتري ده. فانا هروح في الدايركتري ده، هلاقي فعلا ان حصل لها دمب الفايل ده. انا طبعا هاخد الفايل اعمل له اكستراكت، اعمل له اكستراكت يعني هفتح هنا بايثون سيرفر باستخدام الباور شيل، وهاخده عندي على الكالي بحيث ان انا اتعامل معاه هناك. طبعا انا لو الديفندر عندي هنا معمول له اكتف او انيبل، هلاقي ان هو عمل كورانتين للفايل ده وانس ان انا عملت له دمب. بس انا قافله عندي هنا، فانا هنا هرن الباور شيل. اجي هنا كده باور شيل، انا عايز ديبلوي بايثون سيرفر بحيث ان انا ايه، لو دخلت من على الكالي لينكس الاقي الفايل ده موجود هناك. هكتب بايثون دوت سيرفر بورت 8080. تمام. انا لو رحت عندي على الكالي هنا كده، فتحت تابة جديدة، انا هروح عندي للسيرفر اللي انا فاتحه 160.188 بورت 8080. هلاقي فعلا هنا، فانا هعمل داونلود ليها. انا طبعا كنت عامل داونلود ليها قبل كده، فلو رحت للداونلود هلاقيها فعلا معمول لها داونلود. فهاخد الدايركتري ده، اعمل له كوبي، واروح هنا هستخدم تول اسمها بابي كاتس. دي زي ميمي كاتس بالظبط. دي هتعمل اكستراكت الكريدنشالز بتاعتي. فانا هرنها تاني هنا، مش كلير الاول، وهرنها تاني. تمام، عمل اكستراكت لكل السيشن لوجن اللي عندي. انا مثلا لو رحت كده لو طلعت كده الاقي ان في لوجن سيشن للفاجرنت، اليوزر اسمه فاجرنت، والاقي ان في هاش HTML هاش خاص بيه، وSHA-1 برضو، والاقي في معلومات خاصة بالكيربز. لو انا مثلا بروح اجيب تيكتس من الدومين كنترولر، هلاقي كل المعلومات خاصة هنا موجودة عندي هنا. ده اللوجن سيشن. طبعا لو انا عامل لوجن سيشن باكتر من يوزر هيظهر معايا هنا. في يوزر تاني اللي هو البيلت ان، ده موجود برضه الباسورد بتاعه. انا هطلع فوق كده، اليوزر اسمه فاجران، وهجيب الهاش بتاعه، اعمل له كوبي، وهستخدم تول تانية. عملت له كوبي هنا زي ما انتم شايفين كده. التول التانية اسمها هاش كات، دي بتعمل تراكنج للهاش الموجود عندي. طبعا انا حددت البارامتر وقلت له ان ده TLM عندي، وحددت له الديكشنري اللي فيه الليستة من الباسورد اللي هو هيرنها عليهم.
وأحدد له هنا بارامتر. طبعا هنا قدر يكستراكته، أنا كنت رنيته قبل كده طبعا، فهو قدر يعمل له اكستراكتنج. والهاشز ده هو باك جراوند، وهو فعلا ده الباسورد اللي معايا. أتمنى تكون استفدت. طبعا أنا ممكن أضم من خلال التاسك مانجر على طول دايركتلي على الويندوز ماشين، وأحمل الميميكات بحيث إن هي تكستراكت الكريدنشالز على طول من LSAS دوت دمب، وأعمل له كراكنج على طول. يعني مش ممكن، يعني مش لازم أنقله على الكالي لينكس وبعد كده أعمل له اكستراكت. أتمنى تكونوا استفدتم وشكرا.